يا مساء الرضا. نروح بقى للجولة التانية من دوري نايل. عندك لقاءات مهمة اتلعبت. أول حاجة تاخد بالك منها إن المصري بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ماشي زي القطر. ماتشين كسب. أول ماتش الاتحاد 3-1، الماتش التاني طلع الجيش 3-0. الفكرة بقى في المصري مش إنه بيكسب وبس، هو بيكسب وبيعمل أداء كويس، ولما تتفرج على الفرقة تحسهم واقفين على رجليهم وعاملين فترة إعداد كويسة. يعني قصة مش قصة ان هم كسبوا كده يعني ايه كوليشن كان، ولا حتى جت معاهم بالحظ. فالمصري اعتقد لو فضل مكمل بالمستوى ده لا هيبقى ضامن وجوده في المربع الذهبي، بس الفكره كلها في الاستمراريه. تروح للاهلي، بص يا جماعه، الاهلي في ماتش فاركو نزل بتشكيل ناري. يعني تشكيل اعتقد ان مفيش، انا بتكلم بمنتهى الموضوعيه وبحق ربنا، مفيش فريق في الدوري كله لو لعب قدام الاهلي بالتشكيل اللي الاهلي لعب بيه ده، وزود كمان بقى عليه امام عاشور. لما يجي تخيل كده خط وسط الاهلي امام عاشور، محمد علي بن رمضان، في ظهره ديانج مثلا او مروان عطيه، قفلت اللعبه. يعني ما فيش، يعني ما فيش حد، ما فيش فرقه في مصر عندها سكواد، عندها قوام يقدر يقف قدام الفرقه دي لو الفرقه دي في حالتها والمدير الفني نازل بتكتيك مظبوط وخطه مظبوطه والتشكيل اللي احنا بنتكلم عليه ده. مفيش فرقه تانية. الكوره ما فيهاش كده، يعني الكوره ما فيهاش ورقه او قلم. مش عشان لعبت ماتش بتشكيل ناري وعملت اداء كبير وكسبت 4 يبقى هتعمل هتلعب كل الفرق بنفس الطريقه، تكسب كل الفرق بنفس النتيجه. لا، لانه في الاخر احنا شفنا بيراميدز اللي هو بيراميدز قدام الوادي دجله تعادل، قدام الاسماعيلي كسب بالعافيه. وهنيجي نقف عند بيراميدز عشان في حاجه عايز اقول لكم عليها. كسب بالعافيه 1-0 من كره ثابته، مع ان هتيجي تقارن الفرقتين والسكواد هنا والسكواد هنا، قايمه هنا وقايمه هنا، مفيش مقارنه يعني. فالكوره بتعترف بالملعب بس، ولكن انا بتكلم لو من ناحيه نظريه، الاهلي عنده قايمه تقيله. والفكره في الاهلي ان هو عنده مواهب متنوعه جوه الملعب، يعني عنده مواهب مختلفه. يعني لو زيزو عطلان بن شرقي هيشتغل، لو بن شرقي عطلان امام هيشتغل، لو امام عطلان علي بن رمضان هيشتغل، لو دول كلهم عطلانين هتلاقي جراديشار بيشتغل. يعني عند الاهلي مفاتيح كتير واوراق كتير تصنع الفارق، ودي النقطه اللي ترجح كفه الاهلي عن اي حد. الحاجة التانية في الأهلي إنه زيزو قدم أوراق اعتماده بشكل رسمي كواحد من أهم نجوم النادي الأهلي. زيزو حيد بقى الانتماءات، حيد الأهلي وحيد الزمالك وحيد أي حاجة. زيزو هو واحد من أكتر اللعيبة، مش من أكتر اللعيبة، هو اللعيب المصري الوحيد اللي بيلعب في الدوري المصري على مدار آخر 6-7 سنين اللي محافظ على مستواه إلا آخر سنة مع الزمالك. يعني شيل آخر سنة مع الزمالك، غير كده زيزو هو صاحب اكتر مستوى ثابت بين كل اللعيبه المصريين. يديك كونسيستنس، يعني عنده 70 75% ما بينزلش عنها. ممكن يبقى 90، ممكن يبقى 95، ممكن يبقى 85، بس في 75% ما يقلش عنهم ابدا. في اي موسم من مواسمه مع الزمالك، في مواسم يطلع يبقى هداف الدوري ومكسر الدنيا، مواسم يقل سنه، بس ستيل برضه هو في الرينج اللي هو ايه، مديك فوق ال 75%. ما ينزلش عن كده. مش ماتش وماتش تحت وماتش فوق لا، مفيش الكلام ده. مش ماتش تحت وماتش فوق وماتشين فوق وثلاث ماتشات تحت، ما عندوش الكلام ده. فزيزو بكم الضغوط، بكم التفاصيل والملابسات اللي حضراتكم عارفينها، انه يبقى ظاهر بالمظهر ده بالشكل ده. هيجي حد يقول لي يا عم هو الاهلي اكيد مش جايب زيزو عشان ماتش فاركو. ما هو اكيد الاهلي جايب زيزو وجايب محمد علي بن رمضان وجايب كل اليغمه دي كلها عشان كاس عالم انديه وعشان بطوله افريقيا. لانه لو علشان، مع كل احترامه طبعا والتقدير لفاركو، لكن لو عشان فرق الدوري، طب ما الاهلي كان بيكسب دوري طول عمره. فزيزو قدم اوراق اعتماده، بس الاستمراريه بقى وتقديم نفس المستوى ده مع بقى ايه في ماتشات الاهلي والزمالك وفي ماتشات بيراميدز وفي ماتشات بقى دوري ابطال افريقيا، ده ساعتها هيبقى الحكم العام والموضوعي والمنطقي لكل الصفقات، على فكره مش بس لزيزو. زي كده امام عاشور على مدار مشوار الاهلي السنه اللي فاتت، دوري، بطوله افريقيا، في كل الماتشات او المناسبات او المسابقات اللي الاهلي بيشارك فيها، تلاقي امام عاشور دوره واضح. فتقدر تقول ده خلاص، ده عمود فقري، عمود اساسي في فرقه الاهلي. زيزو بدايه روعه، جولين حلوين قوي، خاصه الجول الاولاني اللي هو جابه بادي من عنده، هو اللي عمل القطعه وعمل الباصه وراح كمل في ال 18 وبدماغه حلوه قوي، انهاء وفينش خطير. فاعتقد ان ماتش فاركو ده البدايه الحقيقيه لزيزو وللنادي الاهلي في بطوله الدوري. نروح للزمالك.
الزمالك تعادل محبط جدا لكل جمهور الزمالك. ليه؟ لان الزمالك كان متوقع او جمهوره كان متوقع انه لو هتتعادل او هتخسر هيبقى في ماتش سيراميكا اكيد، لان سيراميكا الفرق الاجهز، الفرق الاحسن، مع مدرب جامد، مدرب متمرس، مدرب بلغه الكوره غيتت بيغلس على الفرق الكبيره، اهلي او زمالك كابتن علي ماهر، وفرقه عندها خبرات، عندها لعيبه كويسه. فقوم ايه اللي يحصل؟ قوم اللي يحصل ان انت تكسب سيراميكا باتنين، يعني بنتيجه مش طبيعيه ومش منطقيه، فرحه عارمه. فالناس قالت كلها بس خلاص الزمالك هينزل ماتش المقاولين ده هيدوس على وش المقاولين. يعني ايه اللي حصل؟ الزمالك ما عملش هجمه جامده، يعني مفيش غير شوطه مثلا وشوطه عاديه يعني. السبب ده ايه؟ سبب ان الراجل في وجهه نظري لسه بيستكشف الفرقه. الراجل كل شويه لو تاخدوا بالكم الزمالك ما جابش صفقاته كلها على بعض. يعني الزمالك ما جابش كل اللعيبه مره واحده، لا ده راح جايب مش عارف ادم كايد، في عبد الحميد معالي، في الفينا، في احمد ربيع، في قبلهم عمرو نصر واحمد شريق. كل شويه الراجل يلاقي 2 3 داخلين له، السلام عليكم صباح الفل احنا معاكم في الفرقه. فحتى لو هو مختارهم، حتى لو اللعيبه دي هو مقتنع بيها وعاجبينه، بس في الاخر في حاجه اسمها انه يخشوا في تيم، في المود بتاع الفرقه، يعرف امكانياتهم، يلاعب ده ويلاعب ده ويلاعب ده ويشوف ده هنا ايه وده هنا ايه وده هنا ايه. قناعتي الشخصيه ان الراجل لسه حتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض هو ما وقفش على التشكيله الاساسيه لكل لفرقه الزمالك والمركز المفضل لكل لعيب. يعني اشراكه لناصر ماهر في مركز الجناح بعد ماتش سيراميكا اللي بان قوي ان ناصر مش جناح فيه، دي حاجه خدها عليه، لانه دي حاجه مش محتاجه 3 4 ماتشات عشان تاخد بالك منها. طبعا احنا بنتكلم بمعرفتنا السابقه لان ناصر اتجرب قبل كده في المكان ده، ومتاكدين ان هو مش هينفع فيه. بالنسبه له الراجل ده اجنبي، هو لسه اول مره يعرف ناصر ويشوف ناصر ويجرب ناصر، وهو مقتنع بيه جدا، فعايز يديله الوقت والفرصه. لا ناصر هيشتغل فيها، لا ناصر هيجيب فيها، بس لازم اللي جنبه يقولوا له يا عم ريح نفسك، ناصر مش هيدي في الحته دي. غير ان في بعض اللعيبه كمان انا مستغرب ان هم برضه مستواهم فين. يعني لازم انت كلعيب بعيد عن المدير الفني، بس انت كلعيب لازم تنزل تبقى جاهز. يعني سيف الدين الجزيري، ازاي يا جماعه سيف الجزيري يبقى محترف اجنبي في الزمالك؟ ماتش اول قدام سيراميكا سيء سيء سيء، ماتش تاني مش موجود في القايمه، لان اكيد مستواه ما اقنعش الراجل ان هو يدخله. فالمقصود بالكلام يا جماعه انه الزمالك قناعتي نجاحه السنه دي انه يوصل دوري ابطال افريقيا، وانه يخطف بطوله من البطولات اللي موجوده سواء محليه او افريقيه كونفدراليه، طبعا مقام اول مقام تاني كاس مصر. لو الزمالك قدر يعمل ده اعتقد ان هيبقى نجاح. ليه؟ لان الزمالك دلوقتي بيكون فرقه، لسه بيعمل فرقه. يعني الزمالك ما عندوش فرقه مكتمله عشان تقدر تقول يخش ينافس، مش قصه جوده وكواليتي وبس، لا فكره ان الفرقه تبقى معشقه في بعض. يعني الاهلي او بيراميدز الفرق بتاعتهم دي يا جماعه مبنيه من زمان، وجيل ورا جيل وسنه ورا سنه بتدعم، سنه ورا سنه. يعني الشناوي وعلي معلول والفرق ده جايين من زمان، من ايام المهندس محمود طاهر، انت واخد بالك، من 2016. وكل شويه بقى بتدخل عليهم، بتدخل طاهر وبتدخل حسين الشحات وبتدخل قفشه وبتدخل فلان وعلان، وبعد كده الشروه بقى الكبيره اللي جت في الاخر دي. فانت كل شويه بتدخل لغايه لما عندك عظم فرقه. نفس قصه بيراميدز بيبني الفرقه دي من 2018 وهكذا. فالزمالك لسه دلوقتي بيبني فرقه وجيل جديد. ده محتاج ان الصبر، محتاج ان انت اهدافك تبقى محدده ومنطقيه. ما تجيش لا ده انا هوصل كاس عالم انديه وهكسب كاس عالم انديه وهعمل وهكسب الدوري وهكسب الاهلي وهكسب بيراميدز. لا ده ممكن يحصل، ممكن يحصل، بس في الاخر ده مش منطقي، لانك لسه بتقول يا هادي، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم انا ببني فرقه من اول وجديد، ولازم احط اهداف منطقيه عشان اعرف اوصل لها وابني عليها وادعم ويجي لي فلوس واحط فرق واحط بقى فرقه تانية واحط لعيبه تانية واسماء تانية وكواليتي تانية عشان اقدر اوصل للحته اللي كل جمهور الزمالك بيتمناها، ان الزمالك يكسب دوري ابطال افريقيا ويوصل كاس العالم للانديه، وكمان يقدم مستوى جيد في كاس العالم للانديه. يمكن دي ابرز الحاجات اللي حصلت في الجوله الثانيه. اخيرا بيراميدز، انا شايف ان بيراميدز السنه دي على عكس كل التوقعات، الناس كلها كانت متوقعه ان بيراميدز هينزل السنه دي بقى يكسر الدنيا وكسبان افريقيا. انا حاسس ان الموضوع جاي معاهم بالعكس، احساس وانطباع من اول لقاءين. اول ماتش قدام دجله بتتعادل، تاني ماتش قدام الاسماعيلي بتكسب بالعافيه قدام فرقه، يعني مع كل احترام الاسماعيلي فرقه كبيره وفرقه عظيمه وتاريخ واسم كبير، ولكن يعني دي مجموعه ناشئين. بيراميدز بالعافيه كسبهم واحد بكره ثابته. فاحساس مع بقى انه كارتي اول ماتش طرد، تاني ماتش بقى توري طرد، رمضان مش عارفين هو فين، غياب ورحيل ابراهيم عادل، ايفرتون على عكس ما كنا متخيلين برضو ظهوره بمظهر متواضع جدا.
احساسي ان فرقه بيراميدز الدنيا عندها ريحت بعد بطوله افريقيا. ده انطباع، ممكن تكون دي بدايات ضعيفه وبعد كده بيراميدز هيقوم ويطلع وينطلق، الله اعلم. بس حتى الان الطلعه والانطلاقه بتاعت بيراميدز بتقول ان هم مش بنفس التركيز ونفس الحده والشغف والنهم للفوز والتحقيق البطولات زي ما كانت موجوده السنه اللي فاتت. ويا رب ده ما يكونش حقيقي وربنا يخيب ظني، لان احنا من مصلحتنا كلنا ان بيراميدز يبقى جامد والاهلي جامد والزمالك جامد والمصري والاسماعيلي والسيراميكا وكل الفرق، عشان ده خلينا نشوف ماتشات حلوه، وغير الماتشات الحلوه نشوف تنافس لغايه اخر دقيقه على لقب بطوله الدوري ما بين اكتر من فرقه، وده جمال وحلاوه الكوره. مساء الورد عليكم واشوفكم ان شاء الله بعد الجوله الثالثه.